السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اليوم 167 في عمر الفراخ بتاعتنا البلدي والفراخ البياض يا جماعة. بسم الله ما شاء الله عليهم، الحمد لله بينتجوا انتاج بيض كويس جدا، حاجة محترمة خالص. يعني الحمد لله ما بيقطعوش معايا بيض، وكل ده بسبب الخلطات والحاجات اللي احنا ماشيين عليها واحدة واحدة. طبعا النهارده جايبالكوا عشبة بتجيب بالاخر. العشبة دي انا ماشية عليها من زمان، من قبل العلف البياض، من قبل كل الكلام الفاضي ده. هي ايه اللي قدامكوا دي يا جماعة؟ البرسيم. طبعا بعد ما بحط لهم عيش ناشف وبحط لهم ذرة وبحط لهم بشيشة، وبرده كل فترة بجيب لهم علف بياض، لازم احط لهم شوية برسيم كده معايا عشان ايه؟ يظبط معاهم الدنيا كده. الحاجة الخضرا بتخلي الحاجة تحمي معاكي للبيض وتخليها متقطعش معاكي البيض خالص. طبعا هم عايشين على البرسيم، يعني في الوقت بتاع الربيع بيبقى البرسيم بالنسبة لهم كويس خالص، عشان خاطر اللهم صل على سيدنا محمد هو اللي بيخليهم ايه يستمروا في البيض وما يقطعوش معاكي اي بيض. بس برضو احنا لازم نعمل احتياطاتنا في حاجات كتير. اول حاجه بنعمل فيها احتياطاتنا ان احنا نعمل ايه، ندفيهم كويس، ما نعرضهمش لاي تيار برد اليومين دول. نحط لهم خشب زي ما بصوا. اهم حاجه الخشب ده يا جماعه انتوا حاطينه، بحط خشبه كده على بتاع البنتوب علشان خاطر الخشبه ديت ايه تخلي جسمهم ما يتعرضش للرطوبه اثناء فتره الليل، وما يتعرضوش بقى للحاجات اللي هي بتحصل للجدر والحاجات دي، عشان ما يجيلهمش امراض كتير من قله الدفء. ونهتم بالاكل بتاعهم والكلفه بتاعتهم. طالما انت اهتميتي باكلهم هتلاقي منهم انتاج كويس جدا. الناس اللي كانت بتسال على الديوك، انا عندي 8 فرخات، خدت منهم واحده بس كنت محتاجاها، خليت 7 ان شاء الله. لو عاوزه نخلي عليهم ديك او ديكين ينفع، مفيش مشكله خالص. انا مخليه 3 وهناخد منهم، ممكن اخد منهم 1 ولا 2 قريب، او يعني ممكن ناخد مثلا ديكين وفرخه، فيبقى ال6 عليهم ديك هيبقوا كويسين. هو المفروض ال4 عليهم ديك ولا حاجه، بس على فكره مش هيفرق. يعني في ناس بتخلي عدد اكتر من كده عليهم ديك واحد والموضوع بيمشي وبيبقى كويس زي الفل. ميزة بقى ايه لما انت بتسيبي ديك مع الفرخه، كل ما بيبقى فيه ديك مع الفرخه بيحمي معاكي اكتر وبيخلي الفراخ تبيض معاكي اكتر. وكمان لو عاوزه ترقدي منهم في اي وقت بترقدي. انا ايه ناويه ان شاء الله على اخر الشتاء كده لما الدنيا تدفي شويه اخد منهم شويه رقدهم، سواء بقى ايه عملنا لهم تدفئة، سواء حطينا بيض تحت الحمام، ايا كانت الطريقة، او فرخة مثلا ممكن معايا ترك يبقى رزقي. ايا كانت الطريقة اللي هتحصل هعمل لهم عشان ارقد منهم انتاج كويس. طالما هم انتاجوا معايا، انا عارفة ان الفراخ البلدي دي بتتكلف كتير وبتاخد معاكي اكل كتير، بس في نفس الوقت ما بتقدريش تستغنى عنها. ما ترقدي منهم مش شرط ان انت تربيهم ويتكلفوا معاكي، لا انت ممكن تربي لك 10 15 فرخه وتبتدي تبيعي ليكي وللجيران، ماشي. عمر 15 يوم، عمر 25 يوم، عمر شهر، زي ما انت عاوزه. وممكن تبيعوهم عمر شهر ولا شهرين، وممكن في ناس تبيعهم على ما يجوا يبيضوا عمر 120 يوم ولا حاجة، تبيعهم بياض. كل واحد بقى والطريقة اللي هو عاوز يبيع بيها. اهم حاجة ان احنا بس ايه ناخد منهم انتاج كويس ونعمل ايه اي طريقة للرقد بتاعها. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، متنسونيش لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.